طبعا كلنا عارفين معنى كلمة dad. النهارده بقى يا معلم انا جايب لك شوية expressions، تعبيرات ومصطلحات جميلة جدا بتستخدم فيهم كلمة dad بمعاني اخرى غير معناها الاصلي. موضوع مهم جدا لان التعبيرات دي مستخدمة كتير جدا وهتشوف بنفسك. يلا بينا نبتدي مع بعض. اول تعبير معانا النهارده هو dead end. dead end ومعناها بمنتهى البساطة طريق مسدود، دي الترجمة العربية ليها. لما أقول لك مثلا we tried to solve the problem many times but we came to a dead end. احنا حاولنا نحل المشكلة أكثر من مرة بس دايما بنوصل لطريق مسدود. اوكي we came بتيجي كتير قوي مع come. we came to a dead end. والتاني تعبير معانا وهو dead bait، وده ليه معنيين. المعنى الاولاني لما بتبقى كلمه واحده مفيش فاصل بينهم بيبقى معناها كسول، شخص كسول او شخص لا يعمل. كان اوباما اللي هو رئيس امريكا بيستخدمها كتير قوي في اللقاءات بتاعته عشان يحفز الامه بتاعته لما كان بيتكلم على الديون الامريكيه وكده. فبيقول ايه we're not a deadbeat nation، يعني احنا مش امه لا تعمل او امه كسوله. we're not a deadbeat nation. المعنى الثاني للداد بيت اوكي لما يبقوا كلمتين مش كلمه واحده، يعني في فاصل ما بينهم، وساعتها بيبقى معناها تعبان جدا او متعب جدا. لما اقول لك مثلا I had a lot of work and I'm a deadbeat. I need to go to bed. that كمان بتيجي مع صفات كتير قوي في الانجليش بمعنى very. يعني لما اقول لك مثلا I'm dead tired يعني انا متعب جدا. I'm very tired. This is dead easy يعني ده سهل جدا. او you are dead right انت صح جدا، صح تماما. عندك كمان dead لما بتيجي مع loss اللي هي الخسارة بيبقى معناها شخص او شيء ما منهوش فايدة، useless. لما اقول لك مثلا don't ask Jack about the meaning of this word، ما تسألش جاك عن معنى الكلمة دي. he's a dead loss at English يعني هو ما منوش فايدة في الانجليزي. he's a dead loss at English. يبقى dead loss معناها useless، حاجة أو شخص ما منهوش فايدة. آخر حاجة معانا النهاردة وهي cut لما بتيجي مع dead أو تحديدا cut someone dead. معناها إيه؟ معناها إنك تتجاهل شخص أو زي ما بنقول تنفض له لسبب أو لآخر في العامية المصرية. لما أقول لك مثلا I called her many times yesterday but she cut me dead and she didn't answer. أنا كلمتها كتير امبارح لكن هي نفضت لي او تجاهلتني وما ردتش عليا. cut me dead. دي كانت كل حاجة بخصوص dead النهاردة. لو التعبيرات دي عجبتك وأول مرة تسمعها اعمل شير ولايك ويسيب لنا تعليق عشان تشجعنا إن احنا نكمل. أشوفكم على خير.